هلا والله شباب، هلا بيكم فيديو اليوم. طبعا اليوم الفيديو شوي راح يكون مختلف، يعني هو مو فلوج قد ما هو فيديو مراجعة، لأن وصيت منتجات من نتيوم حتى أسوي عليهم فيديو مراجعة، وهسه رايح دا أخذهن من DHL. هاي شركة مال توصيل، وبالطريق راح أعدي على ألدي أشوف إذا محتاج شي منا ويه. خلوكم ويا المقطع. شوفوا هذا الشارع دا يبلطوه، مع العلم دائما أجي منه الشارع مبلط وما بيه شي، بس هم دا يبلطوه. جو يابا شنو الجو اليوم؟ شوفوا شباب، هاي مقبرة، سمعت انها مقبرة مال روس يعني من الحرب العالمية. المهم هلا شي رايح. اذا ما تعرفني اسمي سجاد، اقدم محتوى فلوجات اشارككم من خلالها بالخبرات والتجارب اللي امر بها بحيث تستفادون منها المعبر. فاذا عجبتكم فكرة القناة شرفونا باشتراك. قبل يومين كان خريف، فهاي الاشجار كلها كانت بدون اوراق، بس شنو فجأة بيوم وليلة طقن كلهن. والله منظر حلو شباب. هاي وصلنا للآلدي، وهذا DHL. هيك يعطوك ورقة فيها باركود تمسحه وينفتح الطريق. أول شي راح نروح للآلدي نتسوق، وبعدها ناخذ الغراض ونروح. هنا نخلي البايسكل هسه نقفله. طبعا الألمان كلش قلت لكم سابقا انه يتحسسون من سالفة الكاميرا. قبل شوية قلت لموظف DHL انه اريد اصور هنا قدام اوتو اشكال، قال صور، بس انا لا صورني وصار وراي. فاي هسه اني مو راح ادخل للألدي، لازم اصور بس بدون ما الموظفين يشوفوني. قبل كل شي تقريبا عندي كل شي، بس شنو نواقص خفيفة، يعني مثلا الملح هذا سعره 89 سنت. وبعد خل اشوف، ضروري تجربون هاي الصلصة وهي المعكرونة، هذا سعرها حياته هيجي. هي مو هاي بالضبط اطيب شي، وينهم الطماطة حياتها. انا عندي كوم منها نيوتيلا مقاطعة، ناخذ اي شي غيرها. هاي دائما اجربها طيبة كلش، او دائما اخذها. اوكي، خبز صمون عندنا كل شي عندنا. هاخذ بس فينجرز وها هي. هذا دائما اخذ منه، اني مسوين عليه عرض. اوكي شباب، هذا الاكل الجاهز هنا، هذا سعره. بس شنو انا ما اقعد اقرا وهاي حتى اشوفه حلال لو لا، فشنو ما راح اخذه اصلا. اوكي شباب، بسم الله، خلينا نبلش. طبعا عذرون نص ما دا اصور وطفى الجهاز بالماركت. المهم المنتجات اللي راح نشوفها اليوم بيها اشياء غريبة، بيها اشياء مفيدة، بيها اشياء عادية. صراحة افكر اثبت سلسلة بالقناة نجرب بيها المنتجات الغريبة. المهم بدون مقدمات طويلة خلينا نبلش. بس قبل كل شيء اكو اغراض خاصة انا موصيها على صفحة، مثل هذا الكفر مال التليفون او لزقات الشاشة، وهذا الكفر، وهاي همين لزقات مال الشاشة، وهاي جفوف. بس شنو اللي يختلف هسه اشوفكم. من كنت اصور الفلوجات كانت اكو سالفة كلش مزعجة، هي سالفة اللمس. فهاي الجفوف تقدر تطلع هيك اصبعك من عندها وتنحل سالفة اللمس. ولو انه عندي جفوف بيها تاتش منها، بس همينه مزعج. فايه همينه بيها سحاب، سعرها 6 يورو هاي الجفوف. وهاي اللزقات يعني للأسف، لا مو هاي يعني. هذني اوكي لزقات نظامية مال ايفون 15 برو ماكس، بس ذني اللزقات طبعا مو مال 15 برو ماكس، فما يناسبن تليفوني، فمن هسه نقيمهن 0. خليهن على صفحة. اوكي
خلينا نبدأ ويا هذا المنتج صاير بالوجه. طبعا احسن ما احكي لكم راح اخليكم فيديو يوضح هذا المنتج، فخلينا نجرب. مخلص ليمون بس خمطت ليمونة من نشأة زميل السكن. اقول لك تسوي هيك. اوكي سوي اوكي. والله خل استخدم الصغيرة لان تجي وياها اثنين، وحدة كبيرة وحدة صغيرة. خلينا نشوف. اوكي بسم الله نجرب. والله صدق شباب عبالي كذب اني بصراحة غير، بس اوكي يصل الدنيا. بس والله اختراع انطيه 10 من 10، خصوصا انه سعره مناسب. هذا سعره، اخليكم السعر هنا. وهسه خلينا نكمل ويا المنتج الثاني. هسه الامهات يعرفون شنو هذا المنتج. تغسل التمن بيه. هاي فكرة المنتج باختصار. شوف هاي تخلي التمن هنا هو المي، هاي منها المصفي. خلي اوضح لكم الفكرة. انا اغسل التمن بهذا، فشنو سالفة نحسه انه تقعدي هيك تسوي وكذا. فكرة واضحة. خلينا ننتقل للي بعده. شنو هاي؟ شو صغيرة هاي؟ تقطع بيها الخضرة. شوف هيك. وبس. هاي فكرة المنتج باختصار. انطيها 7 من 10 لانه طلعت اصغر من اللازم. اللي بعده هاي اوراق زبدة مال قلاية هوائية، ما لنا علاقة بيها. هسه ذني خلي بيهن فكرة حدائق وتذبهن بالغسالة. وها هي. خلينا نشوف. هاي اول وحدة. بس شنو هاي بسيطة ما بيها شي. بس هاي اي هاي بداخلها هيجي ذني الاشياء فتنظف احسن. شنو هاي؟ اوكي شباب، صراحة أنا دائما آكل والتليفون بيدي، فإذا أنت همين تحب مثل تاكل شيبس كذا سناكات والتليفون بيدك، فهذا المنتج يفيدك. بس هسه شنو؟ نوقف المنتج ونقعد نسوي هيك. الله يا الله، وغير ماكو طقطقة. شو ما تطقطق، ما تطقطق. اوكي هسه المهم. اوكي هاي لحظة نفتح هذا الشيبس اللي اشتريناه بالحلقة اللي فاتت، لا تنسون تشوفوها، او القبل اللي فاتت مال اول البارحة. اوكي بالمناسبة البارحة سوينا حلقة بالفلو مارك، لا تنسون تشوفوها، حلقة حلوة. وقلت البارحة همينة سوينا حلقة موجودات على القناة. اوكي شنو هذا؟ ما ينسد. والله والله. طلع وحدة صغيرة، طلعت وحدة كبرها. انطي 10 من 10 هذا الاختراع. جيب شباب هاي اسبانة، بس شنو ترهم الكومة احجام، بس ما نقيمها يعني. طلع كلش فاشل يعني. هسه شوفوا اجرب على هاي مال بايسكل كأنه مولست. شوفوا. اي خلنا نحكي على هاي شوية.
شباب حاولوا تستخدمون فرشة اسنان ناعمة كلش ويكون بيها كومة شعيرات. شلون هاي هسه؟ ومن تفرشون اسنانكم ما تفرشون هيك يعني قوي وما ادري شلون، تفرشون بهاي الطريقة. هسه مو هاي الاسنان هيك بهالطريقة، او تقدرون تبحثون باليوتيوب على الطريقة الصحيحة، لانه بصراحة دا اشوف اشياء غريبة. اني اشوف الناس هيك تفرج ما ادري شلون، تنتقم من اسنانها مو تفرج، ما قيمة. اللي بعده. شباب راح اعدي المنتجات العادية بسرعة حتى نخلص منها. قلم عادي، سدادات مال اذن، لان انا اذا مو ظلام دامس وصمت تام ما اقدر انام. هاي اشياء ننظف بيها الجامع. اوكي، جرين سكرين هاي اهم شي. اللي ما يعرف شنو هي الجرين سكرين، هاي الجرين سكرين شوفوا، هاي الجرين سكرين 10/10. على شنو ما اعرف. المهم هاي منه زين نفسي، اخليها هيجي وزين. هذا الاختراع وبهم اخليكم فيديوهات عليه ببساطة. يعني تلزق تليفونك منه، خليه على تليفونك وتخلي تليفونك على اي سطح، وها هي تاخذ لك احلى زاوية تصوير. اللي بعده. هذا الاختراع تستخدمه لكرة القدم. هاي ليفة مال ظهر هيجي تلزق بالحائط بنفس مبدأ هذا. هاي شفاطات ما ادري شنو، خليها تلزق بالحائط. الليفة هاي تختلف عن كل شي جربتوه قبل، لازم تجربوها، خرافية. هي وهذا الاختراع الصغير الحامل مال التليفون كلش ممتاز. اوكي هسه هاي ذنين نعوف للاخير. هذا الشي تخلي بيه ثوماية، يعني اذا انت تعبت من تكشير الثوم تقعد تسوي له هيك 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 شلون ما هذا الفيديو وتتقشر الثومة. خلينا نجربه. خلي الثوم بي شنو سويته جزئين حتى تدخل. اوكي هسه نقعد هيك نسوي. والله شباب ممتازة، الثوم تقشر يعني مثل ما تشوفون وبطريقة كلش سهلة. وهذا المنتج اعطيه 10/10. ها هذا المنتج اتوقع كلكم شايفيه. هاي اول شي بداخله تعبيها مي وتبخ على جهازك وتمسحه. هسه اشوفكم فشنو بس تسوي هيك تمسح. بخة اسحب. انا مبللة حيل مبللة. تسوي هيك تسوي هيك. كافي ايدي كافي بداعة الله الخاطر الله كافي. اذا الله عنده خاطر يمك كافي. مثل ما تشوفون كوما حاولت وياه بس طلع مو زين. مع العلم انا كوما شايف فيديوهات لهذا المنتج، ممكن يكون هذا مو اصلي كذا. المهم خلينا نكمل. اوكي هاي شنو هاي اغراض مال الماكينة حتى ننظف بيه الماكينة. ها وهذا كفر للفرشة مال الاسنان. حاولوا تعرفون فرشة الاسنان مكشوفة. شوفتكم بالفيديو الفات اني اشتريت جيتار وكذا من الفلو مارت، فبصراحة من تعزف على الجيتار ويا الوقت ايدك تقوم تأذيك، فجبت هذني الاشياء تخليهن وتعزف. هذني سيليكون او بلاستيك
وذني حديد. مو مهمات هسه شباب. عندي سولة هسه اشوفكم اياها. من اكتب او مثل اركز بالدراسة اقعد هيك اسوي بالقلم، فبالصدفة طلع لي فيديو باليوتيوب يعني الناس هيك يسوون، هم يعني اخليكم فيديو عود. فاكو اختراع شلون هذا القلم بس انه متوازن. احنا ليش نحكي تفاصيل هاي؟ خلي اشوفكم المنتج هذا. وهم يعني اكو منتج لاخ فكرته تشبه هاي الفكرة. هم انا راح اخليكم فيديو احسن ما اقعد اوضح. مو سكين بس انه هيك مال تدريب، اذا شايفين ذول اللي يقعدون هيك يسوون بيها حركات وهاي. المهم اوكي، هذا دليل استخدام سكين فراشة ايضا بالاسم، وهو سكين جيب قابل للطي مع مقبضين يدوران حول الفرشة من اتجاهين متعاكسين. المهم موضوع إرادة تدريب. فمنتجات بسيطة وأسعارها بسيطة، فقيمها 8/10. خلينا نروح للمنتج الأخير. هذا الشي نهبط فيه البوتياتي. بعد ما راح أشوفكم ذي المنتجات خلاص. نروح لآخر منتج. هذا شباب مكعب روبك، خلنا نفتحه. شباب اللي يقول مكعب روبكس صعب ومال عباقرة وأذكياء، ترى موجودة على اليوتيوب خوارزميات بسيطة تخليك تحل المكعب. المهم يوما أو إيش دعوة يوما، ساعة ساعتين وتقدر تتعلم هاي الخوارزميات من اليوتيوب. صدق شفت خدعة يسووها هيك، يخلون إصبع بالنص وإصبع هنا، طبعا المكعب يكون محلول، ويسوون هاي الحركة هيك، وبعد 48 حركة راح يرجع يتخربط المكعب وراح ينحل. فشنو إذا حبيت تفيق قدام جماعتك، هذا مكعب روبك وياهم شنو هذا، معلومات عامة. وهذا هم ما أعرف شنو هذا، بس والله الباكجينج مالته والتغليف يعني أقصد حلو. شنو هاي؟ هو مكعب شنو ممكن يجي وياه؟ والله حلو. هاي مال تنظيف، نظف المكعب بيها. والله نايس ترتيب. وهاي وهاي يعني يشرح لك معلومات عن المكعب. هاي شنو؟ هاي دي يعلمك الخوارزمية كاملة، طريقة الحل كاملة. أقدر أختصر لكم إياها يعني أنا سبق وكان عندي مكعب روبكس. أول شي تحل هذا الزائد الأبيض وتحل ذني، يعني أول شي تحل هذا الزائد وبعدين تحل الزوايا. المهم خلصت الحلقة. أدرون شباب، أدري المنتجات أغلبها كانت منتجات عادية، بس تعرفون هاي أول حلقة كانت من هذا النوع. إذا تحبون أسوي لكم هيك نوع فيديوهات، أوصل منتجات غريبة وأسوي عليها ريفيو أو أسوي مراجعة، خلوا لايك، وإن شاء الله هيجي كان أفكر أسويها سلسلة ثابتة بالقناة. المهم إذا عجبكم المقطع لا تنسون تخلون لايك وتشتركون بالقناة وتشوفون الفيديوهات القديمة. وبس، مع السلامة.